السلام عليكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. مرحبا بكم متابعينا. تلقى المنتخب الكاميروني اليوم أول خسارته في مونديال قطر 2022 إثر هزيمته أمام المنتخب السويسري بنتيجة هدف مقابل 0. والأداء الهزيل للمنتخب الكاميروني جعل الجزائريين يتحسرون أكثر على عدم تواجد المنتخب الجزائري في مونديال قطر 2022. كذلك استقبل الجزائريون بفرحة كبيرة هذه الخسارة، وسخروا كذلك من خسارة المنتخب الكاميروني، حيث أن الإعلامي قاد بن عمار كان له منشور حول خسارة منتخب الكاميرون وسخر من هذه الخسارة، حيث قال الإعلامي قاد بن عمار بعد الهزيمة الأولى للمنتخب الكاميروني الشقيق تمنياتنا له بالعودة سريعا إلى بلده والخروج من الدور الأول. وهنا كذلك بعد الخسارة استذكر الجزائريون تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني واللاعب الدولي السابق سامويل إيتو حينما قال بأن كاميرون ستفوز بكأس العالم قطر 2022. وأنا بدوري أتمنى خسارة المنتخب الكاميروني في المباريات القادمة، ونتمنى أن تكون هزيمة ثقيلة ضد المنتخب البرازيلي.